السلام عليكم اخوان. نحاول انني نشارك معكم واحد الفويت ديال الماء بالنسبه لفيسي فرونسي. كما كتشاهدوا معايا عندي هنا ميكانيزم ديال فيسي فرونسي. الماء كيبدا يخرج من هذه البلاصه بكثافه، يعني كيخرج بزاف كما كتشاهدوا معايا. يعني في هذه الحاله هذه غنحاول انني نشوف المشكل فين كاين، يعني بلا ما نبدل الميكانيزم اللي غيتقام مثلا على السيد بواحد التكلفه زايده على انك تبدل غير الفلوطور. في هذه الحاله هذه الماء، يعني المشكل اللي كاين ان هذا الفلوطور هذا ما كيأديش الواجب ديالو، يعني كيخلي الماء يفوت وكيهبط لينا من هذا المكان هذا. كما كتشاهدوا معايا ها هو الماء كيهبط من هنا. الفلوطور راه داز داك النيفو انه يبلع. كما يعني غتسمعوا واحد الصوت ديال الماء انه مازال كيخرج. هانتي يعني واخا نجي لهنا، واخا نطلع الفلوطور بالطريقه هذه، نورمالمون خصو الماء يتبلع، هو ما تبلعش. كما كتشاهدوا معايا انا جبت فلوطور جديد وغادي نديروه وغادي نكملوا لا فيديو. كما كتشاهدوا معايا انا قلعت الفلوطور القديم. كما كتلاحظوا معايا انا درت الفلوطور الجديد، ها هو حتى الجهد ديال الماء تزاد كما كتشاهدوا معايا. فدرت هذا الفلوطور ها واحد شويه باش يعني هذا الريزيرفوار ديال الطواليت يعني تعمر شويه. فهذا الميكانيزم يعني راه مازال خدام، يعني بلا ما يعني تضيع الكليان ديالك انك تبدل الميكانيزم كامل. يعني كاين الله كيشوف، فالانسان خصو يخدم واحد الخدمه اللي نقيه ويكون مع الكليان ديالو، يعني ما يكذبش عليهم. وهذا ما كان، وكنتمنى من الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله.